الفيلم كيبدا بواحد الدار قديمه اللي كانت واحد العائله يلا شراتها وكيتحولوا ليها. كانت الام تيرا فرحانه بالدار الجديده على عكس ايليا اللي ما حاملاش الدار حيت قديمه وكتخلع. كانت امها كتحاول تنشطها وكتوريها في اللوحات، ولكن ايليا ما حاملاش الدار. كان خوها ستيف فرحان لحقاش غتكون عنده بيت بوحدو في الدار. ايما مشات جيت لاكاب ديال الدار وكان باها كيوريها لاكاب. مورا ما خرج تسد الباب موراها، وايلي كتغوت وكتقول ليه يحل عليها الباب حيت هي خايفه. حاولوا يحلوه ولكن الساقطه كانت مسدوده، واستخدم ستيف الساروت وحل الباب. ايليا كانت خايفه ومشات لبيتها، جات عند امها وقالت لها ترد البال لخوها الصغير لحقاش اليوم محتاجين يمشيو للخدمه يقادوا شي حاجه تماك ورجعوا عندها من بعد. ايليا تقلقات لحقاش غتبقى بوحدها في الدار واول ليله ليها فيه. وصل الليل وكانت ايليا بوحدها في الدار مع خوها اللي كيحاول يخلعها. جا حداها بواحد القناع اللي فيه جمجمه ديال الخروف. سولاتو فين لقى هاد القناع وراها واحد البلاصه دايره بحال شي مخزن في وسط الحيط. قال ليها بلي صاحبو قال ليه بلي مولات هاد الدار كانت ساحره ودايره اتفاق مع الشيطان. لقاو تما واحد الاله موسيقيه خرجوها وخدموها بالاسطوانه اللي كانت فيها. كان فيها شي حد كيضرب الالغاز وشي هضره ما مفهوماش. من بعد قال معادله رياضيه. من بعد ايلا سكتت الاله وقالت لخوها يطلع ينعس ومشات كتفرج في التلفازه بما جا والديها من الخدمه. على غفله الضو كيتقطع. عيطات على امها قالت لها بلي الضو كيتقطع في الدار، وقالت لها راه بلي هي خايفه من هاد الدار وما باغاش تبقى فيها. حاولت تيرا تهدئها وقالت لها بلي خاصها تهبط تشوف الطابلو ديال الضو اللي كاين في لاكاب باش الا ديجا شرطه يطلعوا. لحقاش خوها السيف لا فاق لقى البيت مظلمه غير تخلع وغيبقى يبكي. ايليا هبطات مع الدروج اللي كيهبطوا للاكاب وهي داويه مع امها في التليفون. وهي هابطه في الدروج تقطع الاتصال. استغربت تيرا وخافت على بنتها. مشاو هي وراجلها بالزربه للدار باش يطمئنوا على بنتهم. هبطوا للاكاب وطلعوا ديجا كشور وكانت ايليا ما كايناش، ما كاينه لا في لاكاب لا في الدار. ملي ما لقاوهاش مشاو علموا البوليس قال لهم بلي اختفاء ديال المراهقين امر عادي وكتوقع بزاف، والاغلبيه ديالهم مورا مده قصيره كيبانوا وكيكونوا مريحين عند صحابهم. بداو يقلبوا عليها في الغابه اللي عدا الدار، وتيرا كتفرق منشورات على الفقدان ديال بنتها. من بعد مشات البوليس تشوف واش وصلوا لشي حاجه. المحقق قال لها بلي سولوا كاع صحابها وقلبوا كاع الكاميرات في الطوبيسات وفي الترانات ولكن ما لقاو والو. قال لها بلي قلبوا في مواقع التواصل الاجتماعي ديالها لقاو بلي هي كتعرض للتنمر من صحابها، والمحقق كيقول لهم هكا كيلمح ليهم بلي هي تقدر تكون انتحرت. تيرا سولات ولدها قالت لي واش داروا شي حاجه بجوجهم الليله فاش اختفات. هو يقول لها بلي هما خدموا غير الاله الموسيقيه وهذه اخر حاجه داروها بجوج. هبطت تيرا لاكاب وهزات معها واحد الكشف ديال الاشعه فوق البنفسجيه لحقاش كانت متاكده بلي كاينه شي حاجه غلط في لاكاب. لقات الدروج ديال لاكاب مرقمه وفيها شي كتبه بحال شي معادله رياضيه. بقات كتقلب تلقات شي رسومات ديال شي شخصيات مخيفه وعلمات البوليس. قال لها المحقق بلي هاد الرسومات عاديه وممكن يكون اي واحد راسمها. سولهم قال لهم واش كيعرفوا شي معلومات على التاريخ ديال هاد الدار. براين قال ليه بلي شرا هاد الدار من مازال ومولاتها كتبغى تبيعها بالزربه على قبل المصاريف ديال دار المسنين. قال لهم المحقق بلي الا كانت شي حاجه جديده غادي يعلمهم. تيرا حملات راسها الدم في اللي جرى لبنتها لحقاش هي السبب في انها نزلات للاكاب وما قدراتش تنعس. بقات مريحه شويه صونت على النمره ديال بنتها بغات تسمع الصوت ديالها في الرد ديالها الي، ولكن على غفله كتسمع صوت بنتها وهي كتحسب في الدروج، والصوت كان جاي من القوالس ديال لافافو اللي كانوا هابطين للاكاب. مشات تنزل تشوف المصدر ديال الصوت وقبل ما تحل الباب كتكون واحد الكره صغيره ضربتها بالغلط ونزلات الكره. بقات كتسمع بلي الكره بحال نازله شي دروج ما عندهمش نهايه. بقات سهرانه الليل كامل كتفكر في المعنى ديال الارقام اللي في الدروج والمعنى ديال الرموز اللي في البيبان ديال الدار. عيطات على السمسار اللي شرات منه الدار وعرفات بلي الدار كانت ملك الوحده بنت دكتور اكاديمي، وقال لها بلي غادي يحاول يجيب لها معلومات اكثر عليها. مشات كيت صورات كاع الرموز اللي في الدار وراتهم للزميله ديالها في الشغل ممكن تعرف المعنى ديالها. قالت لها بلي هادو رموز عبريه وكل رمز بوحدو ما عندوش معنى، ولكن الا تجمعوا غادي يكون واحد الكلمه اللي كتدل على نوع من انواع المخلوقات البحريه اللي في الاساطير اليهوديه. مشات تيرا كتقلب على معلومات اكثر على المخلوق وفكرت تخدم الاسطوان. كان ستيف بوحدو في بيتو كيلعب. على غفله ناض كيحسب ومشى جهه الخزانه اللي في الحيط اللي كان الباب ديالها تحل بوحدو. سمعتو تيرا هو كيحسب جرات عنده وسولاتو علاش كيحسب هكا. كيبان ستيف بالحال لا فاق من شي غيبوبه. قال لها بلي ما كانش قاصد وبلي كان كيلعب في بيتو عادي. رجعت للكمبيوتر ديالها وكتبت السميه ديال مول الدار اللي في اللوحه اللي معلقه. كتباتها في جوجل. لقات خبر اختفاء عائله بدون اثر. على غفله الضوء بدا كيتقطع وهي تسمع الصوت ديال ولدها واحد داخل الخزانه. ما عرفش يفتح الباب. حاولت تفتحو ولكن ما قدراتش وكان المفتاح اختفى من المكان ديالو. طلعت من التقبه اللي في الباب كتبان لها شي عين كتشوف فيها. على غفله وقف ولدها سولها شنو كدير وعمل كتهضر واصلا الخزانه ما كاين حتى حد فيها. وعلى غفله تحل الباب ودخلت تشوف واش كاين شي حد لداخل ديال الخزانه. هو يتسد عليها الباب وهي كتحاول تفتحو من جهه وولدها من جهه. تسمعت شي صوت جاي من لاكاب. بغات تعرف المصدر ديال الصوت ولكن التليفون ديالها طاح ليها وكتحس بلي شي واحد كيقرب منها. غوتات وقالت لولدها افتح لي الباب بالزربه. جا براين من الخدمه جرى الباب وقدر يفتحو وخرجت تيرا. مورا ما نعسو ستيف براين سولها على اللي طرا ليها. قالت ليه بلي
تحبسات كما طرا الليلي فاش يلاه جاو، وتليفونها طاح وهي متاكده بلي اختفى وبلي كاينه شي حاجه غريبه في الدار، من غير انها عرفات بلي العائله اللي كانوا قبلهم في الدار اختفاو ما عدا بنتهم، وبلي بنتها اختفت بحال هاد العائله، وكاين شي سر في لاكاب ما تيقهاش براين. ونزل يقلب على تليفونه في لاكاب، لقى شعر قدامه، حس بشي حركه موراه ولكن مع شاف ما كاين حتى حاجه موراه. جا النهار الثاني وتيرا مشات للكليه ديال العلوم اللي كان خدام فيها الدكتور جوني مول الدار، سولات على صاحبو الدكتور ريمي، قابلاتو وعطاتو المعادله اللي كتمنقوشه في الارض، وسولاتو على المعنى ديالها، وسولاتو الا كان عارف شي حاجه على جوني مول الدار اللي شرات. قال لها بلي اكيد شرات الدار مع عند روز بنت جون، لحقاش هي الوحيده اللي بقات من بعد العائله ديالها كلها اختفت، وبلي مازال ما تعافاتش من اللي جرى ليها. شرح ليها بلي المعادله ديالها معقده وصعيب الحل ديالها، لحقاش كتدل على بعد خفي موجود في الواقع ومعترف به، ولكن ما يمكنش ليه يحدد واش هو بعد واحد ولا ابعاد كثيره. قال لها تخلي لي المعادله ويوصل الحل يتصل بها. رجعت للدار ديالها لقات ولدها كيلعب بالطياره ديالو، معاش على التليفون ديالها لقات بلي ريمي اتصل بها بزاف ديال المرات. اتصلت به قال ليها علاش كتصل به وكنت كتحسب غير ارقام من بعد قطعات عليه. قالت ليه هي بلي اصلا التليفون ديالها مفقود ومختفي. قال لها بلي المعادله ديالها ما كاملاش وما يقدرش يعاونها. قال لها بلي المعادله ديالها اصلا كانت في واحد الدار في بلجيكا، والناس اللي كانوا في ديك الدار كلهم اختفوا، وهادشي اللي وصل لي. حاولت تشرح الراجل هذاك الشيء لاش وصلت، ولكن سحب ليه تسطاش لحقاش هضرتها ما مترابطاش. ملي هما كانوا داوين ايدي كان بوحدو في البيت، وسمع الصوت جاي من لاكاب، وشاف ايلي قدامه ووجهها مشوه ويغوت. وصلوا عند والديه وقال لهم بلي شاف ايلي في لاكاب، كان براين متاكد بلي لاكاب خاوي ولقى تليفونه طايح في الارض. ديك الساعه صدق الهضره تاع مراته، قرروا انهم خاصهم يوصلوا للروز بنت جون مولاش الدار القديمه. وصلت تيرا للعنوان ديال دار المسنين اللي عايشه فيه ومشات تقابلها، سولتها على اللي طرا لعائلتها في الدار، وقالت ليها على سميت المخلوق البحري اللي كيتكون ملي كيجمعوا الرموز مع بعض. قالت لها بلي هذا الاسم كيدل على واحد من امراء الجحيم، وباللي باها جابوا العالم ديالهم على اساس باش يعالج خوها المريض، ولكن وقعت شي حاجه غلط وكلهم اختفوا، وبلي الجحيم ماشي في لاكاب انما في الدار كلها. تيرا جرات باش تمشي تطمئن على ولدها وراجلها، لقات بلي براين قدر يحل رمز من الرموز اللي كتدل على حارس من حراس الجحيم. فهمات بلي جون كان داير هاد الدار باش يجهز بوابه للجحيم باش يقدر يتواصل مع الشيطان. كان ستيف كيلعب بالطياره ديالو، فقد السيطره عليها ولقاها طايحه في الارض ديال لاكاب، حس بلي شي حد قدامه على غفله هو يغوت، والباب ديال لاكاب تسد عليه. تيرو براين نزلوا يقلبوا عليه لقاو اختفى، بقاو مركزين تسمعوا الصوت ديال ستيف وهو كيحسب توصل للرقم 44. جراو لبيتو وما يلقاوه واقف في الخزانه والجسم ديالو سخون، ما فهموش شنو وقع ليه. حاولت تيرا تحيد ليه حوايجو ولكن لقات علامه ديال الشيطان في الجسم ديالو. على غفله ستيف تشنج وحست بشي حركه قريبه قدامها، ظهرت لقات بلي راجلها حتى هو مشلول وما كيقدرش يتحرك وكيحسب تنازلي لحد ما وصل رقم 1 وهو يقول بلي الشيطان وصل. تيرا سمعت شي صوت ديال شي واحد جاي ويتخبى تحت الطبله، مع بغات تهرب لقات مخلوق غريب واقف حداها. هربت منه لاكاب على امل انها تلقى بنتها. هبطات من الدروج ديال لاكاب اللي كان العدد ديالهم تزاد بزاف، حتى وصلت لواحد الباب دخلت منه، لقات نفق طويل تمشات فيه حتى لقات راسها في الجحيم وحداها ناس بحال ميتين. بقات كتقلب على بنتها وسطهم حتى لقاتها، خداتها باش ترجعها وطلعت بالزربه وسدات الباب موراها، ولكن طاح لها الكشاف ديالها في الجحيم. ومع خرجوا من لاكاب لقات بنتها رجعت للوعي ديالها، جمعت العائله ديالها باش تمشي تخرج من الدار، ولكن لقات الكشاف ديالها طايح حداها. مع حلات الباب ديال الدار وكتلقى واحد الدروج طوال وكيرجعوا ثاني للاكاب، وفهمات بلي الدار تسحبات الجحيم وما يمكنش ثاني يخرجوا منه. هنا كيكون الملخص ديالنا سالا، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش لايك وشير. تصبح على خير، معكم يزيد.